أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية، مملكة حديثة. نحكي على التاريخ الحديث. المغرب إذا كان ملكية ينجم يتقدم نحو الديمقراطية، والمغرب إذا كان بالملكية حافظ على بناء الدولة واستمرارية الدولة، وحافظ على مكتسبات أجيال متعاقبة. طيب في الجمهورية العربية لم نستطع أن نحافظ على مكتسبات الأجيال. كل نظام يأتي يمسح النظام الذي قبله بعد السجون. إنما المغرب يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية. لا نقول أنه هو المثال، لكن أنا أعتقد وأقدر أتنبأ وأتوقع المغرب أنه سيكون نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا. ركن أساسي أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية، مملكة حديثة. نحكي على التاريخ الحديث. معنى التاريخ الحديث؟ التاريخ الذي بدأ مع الحداثة. المغرب بلد مؤسس كمملكة علوية منذ 1660 أو 66. وقبل ذلك بفترة قصيرة كانت مملكة في حدود تفيلالت ومراكش وكذا لمدة 40 عام أو كذا. بمعنى هي أقدم مملكة في العالم العربي. هي وعمان، السلطنة عمان هي أقدم سلطنة برضو، هي والمغرب، وفي تاريخ واحد تقريبا. أولا الحسن الثاني الله يرحمه كان يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. كانت قولة يرددها الحسن الثاني في كل مرة. وكان يعتقد الحسن الثاني أنه يبني في ديمقراطية معينة، وكان يعتقد أيضا أن الديمقراطية بالنسبة للملك أو للملكية في المغرب معها هو كما لو أنها نحس. كان يقول كلما اقتربت من الديمقراطية أبعدوني عنها. في كل مرة يريد أن يبني ديمقراطية حقيقية تأتي محاولة انقلاب، وحصلت له محاولتين انقلاب في كل مرة يريد أن يقوم بمصالحة وببناء ديمقراطي حقيقي، يقول أنه أجد من يبعدنا عنها. هناك قوة لا تريد الديمقراطية للمغرب. أنا الآن لا أقول أن الحسن الثاني لم يكن سلطانا جبار، كان سلطان جبار، وكان ملك قوي، وكان ملك مزدوج اللسان ومزدوج الثقافة، وكان ملك يحكم ويملك. وهو يقول لا يوجد في تاريخنا العربي ملك يملك ولا يحكم، نحن خلقنا لكي نملك ونحكم. يقول هذه ثقافة أخرى غربية، ملك يملك ولا يحكم، أي ثقافة. لكن ماذا كان يريد أن يقول عندما يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية؟ هو كان يرى أنه القمع والطغيان ولا الديمقراطية و في البلدان العربية التي تسمي نفسها جمهوريات أكثر منه في البلدان التي هي ما زالت محافظة على نظامها الملكي. يعني أنه المغرب إذا كان ملكية ينجم يتقدم نحو الديمقراطية، والمغرب إذا كان بالملكية حافظ على بناء الدولة واستمرارية الدولة، وحافظ على مكتسبات أجيال متعاقبة. طيب في الجمهورية العربية لم نستطع أن نحافظ على مكتسبات الأجيال. كل نظام يأتي يمسح النظام الذي قبله. نؤكد أنه أنا فاهم تحركات المغرب في هذا الوقت. أولا أخذ وقت. أولا لنفهم أن المغرب كما يقول عبد الله العروي، المملكة المغربية أو القصر أو المخزن المغربي كما يقول عبد الله العروي، متقدم خطوة أو خطوتين على النخبة المغربية. يعني المهدي بن بركة زعيم يساري كان صديق الحسن الثاني، وعبد الرحيم بوعبيد إلى كذا، عبد الله إبراهيم يساري كبير كان رئيس وزراء لمحمد الخامس. ولا انقلاب على السجون. إنما المغرب يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية. لا نقول أنه هو المثال، لكن أنا أعتقد وأقدر أتنبأ وأتوقع المغرب أنه سيكون نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا. اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في إفريقيا، وأقوى قوة اقتصادية عربية في إفريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. إذن هذا الحلف الديمقراطي أو الحسن الثاني الله يرحمه
كان يقول: سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. كانت قولة يرددها الحسن الثاني في كل مرة. وكان يعتقد الحسن الثاني أنه يبني في ديمقراطية معينة، وكان يعتقد أيضا أن الديمقراطية بالنسبة للملك أو للملكية في المغرب معها هو كما لو أنها نحس. كان يقول: كلما اقتربت من الديمقراطية أبعدوني عنها. في كل مرة يريد أن يبني ديمقراطية حقيقية تأتي محاولة انقلاب، وحصلت له محاولتين انقلاب في كل مرة يريد أن يقوم بمصالحة أو ببناء ديمقراطي حقيقي، يقول أنه أجد من يبعدنا عنها. هناك قوة لا تريد الديمقراطية للمغرب. أنا الآن لا أقول أن الحسن الثاني لم يكن سلطانا جبار، كان سلطان جبار، وكان ملك قوي، وكان ملك مزدوج اللسان ومزدوج الثقافة، وكان ملك يحكم ويملك. وهو يقول: لا يوجد في تاريخنا العربي ملك يملك ولا يحكم، نحن خلقنا لكي نملك ونحكم. يقول هذه ثقافة أخرى غربية، ملك يملك ولا يحكم، أي ثقافة. لكن ماذا كان يريد أن يقول عندما يقول: سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية؟ هو كان يرى أنه القمع والطغيان ولا الديمقراطية و في البلدان العربية التي تسمي نفسها جمهوريات أكثر منه في البلدان التي هي ما زالت محافظة على نظامها الملكي. يعني أنه المغرب إذا كان ملكية ينجم يتقدم نحو الديمقراطية، والمغرب إذا كان بالملكية حافظ على بناء الدولة واستمرارية الدولة، وحافظ على مكتسبات أجيال متعاقبة. طيب في الجمهورية العربية لم نستطع أن نحافظ على مكتسبات الأجيال. كل نظام يأتي يمسح النظام الذي قبله. نؤكد أنه أنا فاهم تحركات المغرب في هذا الوقت. أولا أخذ وقت، أولا لنفهم أن المغرب كما يقول عبد الله العروي، المملكة المغربية أو القصر أو المخزن المغربي كما يقول عبد الله العروي، متقدم خطوة أو خطوتين على النخبة المغربية. يعني المهدي بن بركة زعيم يساري كان صديق الحسن الثاني، وعبد الرحيم بوعبيد إلى كذا، عبد الله إبراهيم يساري كبير، كان رئيس وزراء لمحمد الخامس. ولا انقلاب عاش سجون، انما المغرب يتقدم على مسار الديمقراطيه وعلى مسار التنميه. لا نقول انه هو المثال، لكن انا اعتقد واقدر اتنبا واتوقع للمغرب انه سيكون نمر افريقي في ال10 سنوات الاخيره، لانه شفت المغرب ماذا يفعل في افريقيا. اليوم المغرب هو اكبر بلد عربي يستثمر في افريقيا، واقوى قوه اقتصاديه عربيه في افريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. إذن هذا الحلف الديمقراطي أو هذا رديف لتونس صحيح. ضعفنا 3 مرات تقريبا في عدد السكان، ضعفنا حوالي 10 وأكثر مرات في عدد الجغرافي، ولكن في الفلاحة أيضا يشاركنا في زيت الزيتون، في المواد الطبيعية والموارد الأولية يشاركنا في الفوسفات. هو يعني ثالث أكبر مصدر للعالم في المنتج للعالم في الفوسفات، وأول مصدر. يشبهنا قليلا، أيضا يعتمد على قطاع السياحة، أيضا قطاع المالي والبنكي قوي في المغرب. تعرف بأنه واحدة من أكبر البنوك في تونس، لا أدري إذا ممكن نسميها بنك الجنوب، صار تجاري بنك. هذه كفاءات مغربية حلت بتونس. يعني هو شبيهنا في المستوى الفلاحي، أيضا الصناعي، النسيج الصناعي، المناولة مع الاتحاد الأوروبي، هو شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي. كثيرون صافي يعتبروا في المغرب منافس لتونس، وجزء من تطوره رهين بقاء الوضع في تونس متوتر، وهناك أزمات اجتماعية وسياسية، لأنه جزء كبير من الاستثمارات ومن الموارد ستذهب إلى المغرب. أنه تقليد الكتاب الكبار، الحسن الثاني عنده القدرة على تقليد الكتاب الكبار إن كانوا بالعربية أو كانوا بالفرنسية. إذن الحسن الثاني كان معتد بنفسه، علاوة على أنه معتد ببلده وبتاريخه، هو معتد بنفسه. ما كانش فيما عدا بورقيبة كان يقول له عمي، لأنه من جيل أبوه ولأنه يحترمه. يسمي في الحسن الثاني، الحسن الثاني كان يسمي بورقيبة عمي بورقيبة. نعم. عمي، يعني تسمية هكا للاحترام ولا كذا. ما كانش يعتبر زين العابدين بن علي رئيس ولا أي شيء. أولا فيما أنا أعلم وأعلمه من زمان في المغرب، أنه بن علي عندما اشتغل في المغرب كملحق عسكري، المغاربة عندهم مخابرات قوية، ومعروف مخابرات المغرب
مخابرات المغرب معروفة في العالم، وداخلة حتى في على خطوط الأمريكان والفرنسويين والإسرائيليين، ويخدموا جيد جيد جيد، ومعتبرينهم مخابرات حديثة جدا المغاربة. هم عندهم ملف على بن علي، ويعرفوا الحسن الثاني هذا الملف، وما كانش يحب بن علي أبدا، وكان يعتبره، كان يقول عليه ما بين قوسين، وتوا التاريخ هذا تاريخ، كان يقول عليه فويو، فهمت؟ لانه عنده عليه تسجيلات وعنده كذا. وبن علي يبدو لي كانت عنده ممارسات الى حد ما شويه مشينه في المغرب، وهو ملحق عسكري. يعني. اي قولات الاقليميين تحدثوا عليها. لا خليني احكي لك حكايه في الموضوع هذا، لانه هذا موضوع مهم جدا. هي حرب تندوف الحدود الجزائريه المغربيه تمت في 63. وسرعان ما تم وراها اصطفاف دولي. الثورة الجزائرية وقف معها عبد الناصر، وقف معها كاسترو، كوبا دعموها كثير، السوفييت إلى غير ذلك. اللي تدخل بوساطة هو موديبو كيتا في مالي. الجيش المغربي انتصر في الأيامات الأولى، ولكن هناك رواية تحكى وحكاها الحسن الثاني بنفسه، قال: جوني ضباط مغاربة وقالوا لي: هل تريد يا جلالة الملك أن تصلي في قسنطينة هذه الجمعة؟ رد عليهم الحسن الثاني: ومن يضمن لي الصلاة في الجمعة التي تليها؟ ومحصلة الحديث الحسن الثاني يقول أننا لا نستطيع أن نقاتل ثورة. الجزائر كانت ثورة وما زالت لم تتشكل مع دولة. مصر وكوبا والاتحاد السوفيتي والمغرب من معهم. أي قال: احنا إذا دخلنا في الجزائر ثورة، غلط أنك تحارب ثورة، تحارب دولة جيش نظامي بجيش نظامي